اخواتي. لك السلام عليكم يا اخواتي، بيسعد لي اوقاتكم يا رب. الحلقه الخامسه من شو الكتالوج، معي انا محمود الحميش. اخي اليوم حلقتنا عن الاعلام وليش شو رح يصير. بنجي للغوالي، التلفزيون السوري والله اروع عالم. معلم استديوهات التلفزيون اكلها الشرب وعليها وزهير، اكلها الدهر وعليها وشرب. شو الكتالوج؟ معلم صفر الشباب نسيانين حالهم، هربان الاستديو من مسلسل الجوارح. اخي الاستديوهات عندهم مشدودين من دفتر رسم الكانسون. ما تصغر اخي، كاسة كانسون شوي ملتهب حلقي. الكنبايات متاخدين من العصر العباسي. شبكن صخوركن شوي، تلحلحوا. روحي خبروني حضرتكم عم تتشافطوا انتوا والتلفزيون الجيبوتي، انتوا والقناه الاولى الجيبوتيه وتعال عندي. مين عنده استديوهات اقدام؟ حلوا لي كيسكن شوي، عم تصرفوا حلو. اخي بتحبوا انتوا المسلسلات الجديده مو؟ اعملوا لنا جزء سابع من حمام الايشاني، حطوا لهم يا يوم ايه يوم لا. وين عم تروحوا بالمصاري؟ كانه اخذت وحده هيك ميلانيه على الملذات الشخصيه. تحبوا الاستلزاز. اخي ما انه هيك عم نشرب مي وكذا، في مجال طلب اخوي تعيدوا لنا غدا نلتقي. اخي اذا طاش حجركم وزخمتوها وجايبين مخرج ماليزي، بتروحوا بتعملوا برنامج جنب المول. بيسالوا المذيع للزلمه ليش سموا باب سريجه بباب سريجه؟ هداك هيك بيسفن يعني انه شو هالسؤال ان شاء الله بابرك. فورا هو بباغته وبيسلخوا الجمله. وربحت معنا ماكينه حلاقه موديل 93 تشتغل على المولده حصرا. او مثلا افطور بشي مطعم. لا اخي بتكلف هي. افطور بوادي برده. شو بكن يعني؟ شوفوا تفرجوا بلدان قريبة هيك قنواتهم وصلت للعالمية وكل اللي عندهم 200 موظف. بالنسبة للأواعي والستايل، إجباري من الصالحية الطقم ما بيتغير. أخي الطقم وردانينه، ومثل ما بتعرفوا إنه مال الحراتة وراتي، مال الوراتة حراتة 9 6 3. أخي حاس حالي مغني راب. الطقم إله من أول نشرة أخبار صارت بالعالم تتوارثه الأجيال. أخي في عنا مذيعين صار عمرهم 61 مجبورين بستة، اجباري الترنيب ديناره. اخي والله انتم احسن عالم، بس بتعرفوا شوي متطلبات العصر الحديث. اخي 4000 موظف بالتلفزيون، نصهم مفيشين، واشوفك وين يا مهاجر قل لي باي قسم صاير. كل شي حكيناه ارخوه على جنب. المحسوبيات قتلتنا، بدق ابو الكلى. شلونك روحي؟ حنبعث لك صبيه، اعملوا لنا اياها مذيعه. اخي شو اعملوا لنا اياها مذيعه؟ ابو الكلى مخربط انت والله ظريف كدي جودي مخربط. فكر حالك داير توسع على بيتزا فصول وحشيلي الاطراف ما تصغر. مو معقولين. انو مع ختيار سباتي ما تصغر، بس بدنا تحطوا له بنت خالته الاستاذ ابرامي بالماليه، هيك هي شوي ايدها طويله. اخي بتنزل مثلا على قسم الاعداد، بتساله حضرتك شو دارس؟ بيسلخك هيك نظره الصخام وهو قرفان وبيطرشك وحده. انت مين اللي تسالني هالسؤال؟ انا من طرف الشريان الابهار، انا من طرف هيك بيقلبوها لانه انا من طرف اخي مشتهي شوف لي برنامج بينقل صوت المواطن. شو ترتيب البرامج؟ نحن النخله زيتونتك هي عشاؤه. بحطوا لك صخره باخر حاره بيعملوا عليها برنامج 30 حلقه، برنامج الصخره تتوسط الكلوه. هلا هو تحدث صار برنامج بحصه بتسند جره. اخي بتحسه مو برنامج، هذا اخذ اجازه من كان يا مكان. تحركوا اعملوا لكم شيء يفيد المواطن، احكوا عن همه وتعبه ومشاكله. نحن هيك اخي بنحب شوي برامج. اين تتواجد انثى سلاحف النينجا؟ هادف اخي والله هادف. كيف تتكاثر انثى الدولفين على كتف بحيره زرزر؟ اخي عندنا زخم، يعني زخم بالبرامج التوعويه شوي صعبه، التوعويه الثقافيه. اخي برنامج كيفيه تركيب طفل انبوب لذكر ابو بريس، هادي بيجي بقى القاتل بس مو المأجور هالمرة طبعا إلا من رحم ربي. مرة بإخت هالزمان ليطلع له برنامج خدمي بيقدموا شيء إعلامي مرتب وخرج ينشاف. أخي والله يعني 4000 موظف لازم ينعنوا الأخاتي، يخلونا نحن إصنص الإعلام والنقل السريع للحدث. يعني هداك اليوم وقت عضوا الكبل وقت عضوا القرش لكبل الإنترنت، الشعب السوري كله عم يستنى ننسلخ بالشريط العاجل. شو الكتالوج؟ يعني قاعدين ساعة ساعتين حركة الصفنة المتميزة، حدا يتنفس له بحرف؟ لا أخي نحن بنحب نبيت الخبر بعدين نعرضه شوية سنسيشن يعني. أخي آخر شغلة ما تصغر، الخبر عندهم وقت بده يطلع بمر له على 108. طلعت أخي ولا كنت شو صرت أولى؟ صرت خاف أولى دائما العصافير هيك تزقزق
الامور ورديه، الامور بالسليم، الواحد ما بيكون ميت من الكهرباء والبنزين والغلاء، الحياه كلها لطيفه تونسيه اخي. يعني والله العالم صار عنده انترنت فيها تجوجل اي شغله وتعرف شو الترتيب. فضوها سيره. المخرج مو عدنان بحط له 3-4 من الحاره، مدير الانتاج بحط له 6-7 من اخواته، مدير الاضاءه بيكون بيقربه لمدير الانتاج كمان بحط له 3-4. افضاعتكم شو للشبع؟ حطوه للشاب المناسب بالمكان المناسب. والله خريجي الاعلام على قفا مين يشيل، شباب وصبايا بفتحوا العين من العمى، جيبوهم وصفوهم شوي هيك ناس صوتي. كمان يعني الموظف الاساسي واللي عم يشتغل ما عم يكفيه معاشه وبيطلع على التاكسي بعد الدوام، كيف بدك اياه يعطي من قلبه؟ فيا اخي عرفتوا شو السيستم، زبطوا هالرواتب، زبطوها افضى عرضها اللي ما كانت تزبط. هلا فقرتنا سمعتها هي؟ جينا لعند الغوالي، شايفينها اللوجو هون معلم. من وين بتحبوا بلش؟ اخي والله كاسة شاي ما شربتونا. بس اخي والله دخيل ربهم تبع الصباحي، بتحس لا اراديا بدك تقول للمذيعة عازز علي النوم، طيفك على اولادي. اخي حارجع لهم للبرنامج الصباحي بس خلوني بق هالكم بحصة. طفي لي هالكاميرا دقيقتين اخي ابو عدنان. وسؤال جانبي كثير، هلا مذيعة النشرة الجوية بنت خالتها اللزم لملكة جمال شرق اسيا شي؟ اخي مو معقولة بتاخذها لانجلينا جولي 2-0. شغل خلينا نسترزق. اخي مايك فغالي ما عاد طلع، انزعلينه شي؟ ما عاد اجا، ليش؟ مو مشربينه قهوة؟ اخي يمكن مو مسشوري له شعراته، هي الخصلة الورانية. معلم 3 مرات بتاريخ القناة كلها حطوا افلام اجنبية، يمكن كان مدير برامج غايب، غافلوا وحطوا فيلم. مو معقولين تقبروا قلبي، الكم من اول ما فتحتوا عم تعيدوا نفس البرامج. يعني لو وقت ما اجى الحمى شوي وكسر الاخاتي. اخي مرة حطوا مسرحية بالغلط، انا فكرت الدنيا عيد، قمت لبست فورا اواعي العيد وعود بقى دور على علب المعمول. جيت لكم هلا للحبايب على المحبة عودوني. جماعة صباح الخير، أخي بيسلخوك وحدة وردي، الفقرة التي حيرت البشرية، فقرة أخبار السوشيال ميديا. شوسل أخي ماني مخربط. المهم أخي بهي الفقرة بيحكوا لك قال يعني أخبار من العالم ما بتيجي معدة إلا شوي، وعود بقى أخي على سيرة من الشرق وسيرة من الغرب تختل توازني ليوصلوا لفقرة الطبخ. الشيف آخر أبديت عامله أكلة الست زبقي، وبيختموها مع ملكة الأبراج، ملكة التوقعات، ملكة استقبل وودع. عزيزنا مولود برج الفخداء، عزيزنا مولود برج العذراء، يوم جيد بامتياز، امورك الماديه ملتعن اهلها الكم يوم، استقبل ودع، في نشاطات عم تكون يعني بتعرف دخول، اسمعوا لي هي، دخول كوكب الشرق، دخول كوكب بلوتوس بالمجال الجوي لكوكب زحل البنطلون، بيعطيك طاقة هيك ميتافيزيقية. عزيزنا مولود برج الجدي لعب عقلتيس، حاب بخبرك انه رح ينخرب بيتك بإذن الله ورح يرفعوا لك اجار البيت لل100,000. امورك العاطفية بخير لا تاكل هم. انت ما لازم تقري له البرج، انت لازم تقري له الفاتحة على روحه من كثر شو عطيتيه تفاؤل بهالحياة. احلى حبكة واحلى فقرة قناة طلاقي، معلم فتحوها بالغلط، سكروها بالغلط، اللي طلعوا عليها بالغلط، اخواتها بالغلط، انا فاتت جنس والله ما بعرف. بس شكله بالغلط. اخي انا كل شيء حطيته معلنا الا كاميراتها وجودتهم وجودتي بس. كرسحت كياني، اشتروا كاميرتين العالم لكل المحطة. هو ان كانوا بدهم يعملوا عرس اخي، بس فأس العرس فخلص يعني بنفتح محطة. اخي انتم عملتوا انجاز وفتوا على جينيس، والله شيء حلو دخيل ربكم، بس والله اللي بده يفوت على جينيس بده يطور ويساوي برامج حلوة بعد هالفوتة. هن فاتوا وكسروا ايدهم بس ما شحدوا عليها، سكروها. اخي بعد ما خلصنا من كل شيء بدنا نقول كم كلمة، انه والله نحن عالم بنحب شغلنا من قلبنا، وكثير اشخاص عم تعطي جهد، عم تعطي. يلا عن النيجرو وما كانتوا تجيبوني مكيف. اخي بعد ما خلصنا من كل شيء
بدنا نقول كم كلمة إنه والله نحن عالم بنحب شغلنا من قلبنا، وكثير أشخاص عم تعطي جهد من قلبها كمان، بس للأسف ما عم يتكافئوا بولا شيء حتى بالكلمة الطيبة، وأكيد كمان في عالم بدها وحدة الله يسامحهم. بس آخر شغلة دخيل رب كل حدا بيعطي من قلبه، وتحية لكل الإعلاميين السوريين اللي بيشتغلوا من الصمصومة، والله 100 وردة. حماشيات عالمية على الصوفاية. يلا يا أخي. يا اخواتي، الفكرة انه نحن السوريين بالنسبة للاوروبيين بحطونا بنفس الكفة، يعني بمجرد واحد يغلط بتتعمم على الكل، بعكس المنيحة اللي هي بتتحدد بشخص، فأي حركة مو منيحة من أي سوري عم تسبب إزعاجات لباقي السوريين. فهون أخي بتلاحظ أنت كم شغلة، خاصة هالشباب المراهقين طالعين، أي بيطلعوا بالمترو مفكرين حالهم طالعين بمهاجرين صناعة. أخي مفكرين حالكم بجنينة تشرين مو ناقص غير يجيبوا لهم شوية تراب يعملوا رجل الطين، او يلموا صور ماكل يلعبوا تبعيده. اخي مفوتين حصان على المترو هداك اليوم عم يلعبوا قفز وحواجز. اخي عم تسمعني؟ خطفت انت. اخي الاوروبيين بحياتهم هادين، بيطلعوا بالمترو من تم ساكت ولا حرف. نحن دخيل ربنا بنحب نقض كل السير بالمترو. اخي وقت عم يصير مشاكل عم ننبلى فيها، يعني هنيك متعودين على الهدوء بالبيت. يرضى عليك يا اخي، ما في داعي تسمع هاني شاكر وعيد ميلاد قرحي انا وتعلي الصوت وتبعت له تسجيلات لحبيبتك اللي خانتك مع شاحن النوكيا. انقبر حط سماعات، لانه هنيك بيتحالوا هلا. بيقوم جارك شتيفن والحاجه اليزابيث اللي عم تتوفى بيشتكوا عليك، بيجي لعندك البوليس بيقول لك راحت خطيفه هي المخلوقه على حافه الهاويه. يعني قاعدين على نكشه. اخي انت كسوري عليك من حالك، يرحم ابوك لا تضر غيرك. تصرفاتك محسوبه على كل السوريين، لانه الغلط عم يتعمم والمنيحه مثل ما قلنا على شخص واحد. انت عم تمثل شعبك وبلدك واخواتك، فيستر اخواتك لا تسوق سمعتهم. اخي انت ما عم تضر حالك وقت تعمل شغله مو منيحه، انت عم تضر كل العالم وقت تتصرف تصرفات مو لائقه. فدخيل ربك وزنها بعقلك قبل ما تعمل اي شيء. اخي كان معكم محطم القنوات. شوي محطم القنوات؟ ليش جبت لي اياها؟ شتريلا. اخي كان معكم محمود الحميش باقي تضحكه. ادعوا لنا يرحم ابوكم.